السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواتي، كنقدم لكم الدرس الثاني في هذا الموديل هذا. كيف ما قدمت لكم في الفيديو الاول هاد الخدمه، قدمت لكم الطريقه ديال هاد الخدمه هذه بالعقيق، ومن بعد خدمت قد هاد المسافه هذه من حتى لهنا حسيره، ومن بعد خدمت قد هكا عقيق، ومن بعد خدمت قدها حسيره بحال هكا كتمشي. انا حطيتها لكم في الفيديو الاول. دابا غادي نحطو الطرز ديالها. كيف كتلاحظوا الثوب راه غليظ بزاف، راه صعب التحكم فيه. كنحاول ما امكن نضرب ضربه كبيره في الثوب باش يشدوا لي مزيان ما يتمزكش. دابا غادي نديرو هذاك الزواق اللي كتشوفوا فيه، بحال هذا الزواق هذا، هاد الطرز هذا. على بركة الله كنمشيو عند هاد الرانده هذه الحسيره وكنشوفوا النص ديالها فين كاين. كنجيبو السنتيم كنقيسو نشوفو النص ديالها فين كاين. حنا عندنا فيها 7 سنتيم، اذا عندنا 3 سنتيم ونص ديال النصف. 1 2 3 بالضبط. هنا هذا هو النصف ديالها. تمشي عند هذاك النصف. زواقه سهله وخفيفه بهاد الجلابه الخفيفه. هذا هو النص بحال هكا، وكتشوفي النص ديال الرانده فين كاين. 1 2 3 4 5 6 تماما بحال هكا. شنو كنديرو؟ كتحسبي 1 2 3 كتخرجيها. 1 2 3 كتخرجيها في الغرزه الثالثه. ها هي 1 2 3 تهزيها بحال هكا. 3 ديال الغرزات في النصف ديال الرانده. هذه عوينه هكا. من بعد كترديها في نفس البلاصه. ومن بعد كتهبطي كتمشاي غرزه منا، كتمشي كتحسبي 1 2 3 بحال اللي كتمشاي درجات. كتهزي كل غرزه افقي وعمودي بحال هكا. كتمشي عاود هنا، هنا كتهزي 3 الغرزات. 1 2 3 هي الثالثه. قديتي تخرجيها بحال هاد الطريقه، خرجيها بحال هكا. عاود تهزي 1 2 3 تهزي الغرزه الاخرى بحال هكا. تعاودي تهزي 1 2 1 2 3 كملوا بحال هكا. ونزيدو هاد الغرزه الاخيره اللي بقات. 1 2 3 دابا نمشيو لليمين ديالنا الجهه الاخرى. كنهزو
هاد الغرزة بحال هكا، كنديرو نفس الطريقة، كنطلعو منها غرزة وكنرجعو نهزو هنا لتحت غرزة ونحسبو 1 2 3 نعاود نرجعو نهزو 3 الغرزات نطرزو عليهم بحال هكا. هذا الطرز الرباطي ولا الزواق على الراوندة، الطرز على الراوندة بحال هكا ونزيد نكمل. شحال عندي هنايا 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 منزيدش هادي صافي. نرجعو لنفس البلاصة في الوسط هنا نحسبو نفس الشيء 1 2 3 نحاول نرخي شويه غير المرمى باش تخرج ليا بسهوله. واحد جوج ثلاثة بحال هكا. كنتمشاو عاود بنفس الطريقه ديال هادي. ها هو السطر اللي كنمشيو فيه وهذا ها هو السطر اللي كنمشيو فيه بحال هكا. كتمشي بنفس الطريقه بحال هكا. 1 2 هنا 3 وهنا 4 هنا 1 2 3. هاد الرابعه هاد الخويط الرابع هنا نحبسو ما نزيدوش نكملو ونرجعو على اليمين ديالها الجهه الاخرى ونهزو عاود بنفس الطريقه. خرج لي الخيط من الابره هكا حتى هي نديرو 4 من كل جهه نطرزو 4 الغرزات 1 2 3 4 1 2 3 نزيدو الرابعه من هنا عاود نرجعو في النصف بحال هكا ونهزو 1 2 3 1 2 3 هنا 1 2 طرزنا السطر الاول السطر الثاني غادي نطرزو السطر الثالث ونرجعو 1 2 3 نهزو السطر الثالث
شنو غادي نديرو دابا كيف كتشوفوا كنمشيو بحال من اكبر لاصغر، كنبقاو نقصو في السطور ديال الطرز باش يجي الشكل من اكبر لاصغر. عاود كنهزو هذا الاخير، كنهزو واحد جوج ثلاثة، كنهزو السطر الثانية، كيف ما قلت لكم هاد الجلابه غادي نصفيوها جميع، غادي نخدموها كامله جميع حتى لاخر مرحله. درنا الرنده ودرنا الزواق، دابا غادي نديرو الدريسات ومن بعد نديرو هاد الفيديو ديال الزواق، من بعد ندير لكم فيديو ديال الدريسات ومن بعد ندير لكم فيديو كي نديرو نشركوها. دابا شنو غادي نديرو، غادي نرجعو غادي نرجعو بهاد الطريقه، هكا. دابا رجعنا للبدايه فين بدينا، منين بدينا غادي نديرو نفس العمليه بصح هنا درناها في التحت، هنا نديروها في الفوق تحسبي واحد جوج ثلاثة، بحال هكا. وكديري نفس العدد ديال الاسطر، طرزي نفس العدد ديال الاسطر اللي طرزتي وبنفس الطريقه. كنطرزو بنفس الطريقه ونفس العدد ديال الاسطر، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، بقى لي واحد ستة، بحال هكا. نوليو نرجعو للجهه الاخرى، جوج ثلاثة بحال هكا. بكل سهوله، مع انه جلابه نص طوق جاتني خفيفه في الخدمه. خدمت الرنده في النهار تقدري تخدمي الرنده في النهار مع الطرز، حيت الطرز ما كياخذلكش ربع ساعه ولا 20 دقيقه. في نص طوق، في الطوق كامل ياخذلك واحد الساعه ونص ولا حتى جوج سوايع وصافي، ما ياخذلكش بزاف ديال الوقت. خفيفه بزاف وحلوه في الخدمه ديالها، ماشي قاصحه في الخدمه ديالها. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، نزيدو السادس، ها هو السادس، السطر السادس نطرزوه. عاود كنرجعو للبدايه الغرزه الاخرى وكنخدمو بنفس الطريقه اللي خدمنا فيها هنايا، غير هي شنو كنقصو واحد السطر، واحد جوج ثلاثة، بحال هكا. دابا هنا في الاول طرزنا ستة وفي الثانيه طرزنا ربعة، من بعد بقينا نقصو بالواحد. كانت عندك مسافه طول من هذه تنقصي، منين تطرزي ستة تنقصي خمسة ربعة ثلاثة جوج، واحد جوج ثلاثة أربعة. مباركة نمشيو للجهه الاخرى.
الخيط على فكرة مطروز على 4 شعرات، مبروم على 4 شعرات عفوا، باش تجي الطرزة عامرة متجيش خفيفة. خدمة على 3 شعرات، والخيط اللي كنطرزو به مبروم على 4 شعرات كتجي الخدمة هي هذه، كيتطرز مزيان. عاود دابا درنا الثاني، نديرو الثالث بنفس الطريقة. نهزو 4 سطورة 3 سطورة. الخيط مبروم بطبيعة الحال، مبروم ببرامة عادية كيف كنبرم انا الخدمة ولا الزواق. راني درت لكم فيديو ديال البرامة، الطريقة الصحيحة للبرامة، اللي جربها كيقول لي الطريقة ممتازة. دابا نهزو الغرزة الاخيرة، 1 2 3. نهزو هاد الغرزة الاخيرة وصافي سالينا. صافي هو هذا دابا، ها هو الشكل ديالها النهائي. وبطبيعة الحال نعقدو الخدمة ديالنا مزيان. هكا نقطعو هذا الخيط بحال هذا هو الطرز ديالنا اللي حطينا هذا النهار. في الفيديو الجاي ان شاء الله نحطو الجزء الثالث ديال هذا التطبيق هذا، الا وهو هذا التدريس. نحطو التدريس بالعقيق، واحد الدرس خفيف بالعقيق اللي يناسبني هاد الجلابه، ومن بعد صافي نديرو الشرك ان شاء الله مع بعضياتنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.